السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم مع بعض عن حبة نصايح لازم نراعيها واحنا بنأسس الدريسنج بتاعنا. أول حاجة يفضل إن الأرضيات تكون من HDF علشان تدينا إحساس بالدفء وما تمتصش الرطوبة. رقم اتنين، يفضل إن احنا يكون عندنا مصدر إضاءة طبيعي زي كده، بحيث إن هو يكون بيدي إنارة طبيعية للمكان حتى فترة النهار أو فترة الصبح. وطبعا بنزوده بشطر من بره، وفي نفس الوقت بالنهار بيكون الإزاز عاكس، وفي نفس الوقت يكون الإزاز دبل جلاس علشان يعزل الحرارة ويعزل الصوت. بعد كده هنتكلم على الدريسنج. الدريسنج يفضل يكون هو كله ضرب، ويكون الجزء مفتوح فقط للشنط والحاجات اللي هي بتطبق، أو يكون مغلق زي كده للشوزات عشان ما يكونش ضايق للرؤية. كمان واحنا بنراعي الوحدة اللي في النص اللي يكون فيها الاكسسوارز، تمام، لازم يكون فيها وحدات بالشكل دوت علشان ما تبقاش في بهدله، تكون مترصه موجوده بترتيب. يكون الضلف كلها والادراج سوفت كلوز زي كده اهوت، يعني اهو نقفل الضلف عادي او الدرج عادي، هيقفل لوحده خالص ولا كأن فيه اي حاجه. كمان عندنا في الضلف عملنا ليد بروفايل بالشكل دوت في كل الدراج وكل الضلف وكل الرفوف بالشكل ده. نفتح هنا الضلف، الضلفة هنلاقي فيها ليد بروفايل موجود متفرز جوه الخشب نفسه مش بارز. طبعا كمان عندنا يفضل ان احنا من الجزء اللي من تحت خالص يكون عندنا، يعني ممكن نفتح الكورنرز زي كده، طبعا استغلال المساحات شيء مهم جدا. يفضل ان احنا يكون عندنا هنا، نحاول نعمل هنا سيليكون عشان يمنع اي اتربه من تحت او اي غبار يدخل داخل الضلفه. كمان في الفريم عندنا نعمل عازل أو مانع أتربة بالشكل دوت في الضلفتين، فالضلفة لما بتقفل السيمترية اللي في النص بتكون متعشقة ببعضيهم ولا كأن في أي حاجة خالص. كمان عندنا هنا الإطار عملناه بالألمونيوم، وهنا البطن نفسه بتاع الضلفة خشب. عندنا المراية بالحجم دوت هتدي اتساع للمكان وهتدي زاوية ضوئية أوضح. يعني لو أنا واقف في أي مكان بلبس أو بمسك حاجة، أنا عندي المراية ممكن وأنا مكاني كده أنا كده في آخر الدريسنج وشايف نفسي كويس جدا جدا. كمان المراية عملناها بشكل جمالي يكون فيها بيت نور، إضاءة من الداير، بس احنا طبعا عشان الإضاءة بتاعت الإضاءة الطبيعية قوية شوية ممكن تكون الإضاءة مش باينة. كمان عندنا وحدات تحت بالنسبة لاستشوار، بالنسبة يعني أي حاجة فيها كهرباء هنستخدمها بالكهرباء. كمان عندنا الدراج بتاعتنا بالحجم دوت سوفت كلوز بالشكل دوت. وبكده نكون شرحنا مع بعض الدريسنج روم. شكرا لكم ونشوفكم في الفيديو الجديد.